السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. النهارده احنا على ترعة النوبرية بنصطاد بالعنب. موسم العنب شغال وكل الناس بترزق، بس موسم العنب يا جماعة وموسم صيد السمك الكبير بيحتاج صبر. حضرتك مش هتيجي ترمي تاخد سمك، لا، حضرتك ممكن تيجي ترمي ما تغمسش معاك الا بعدها بساعتين ثلاثة، بس السمكة اللي بتقع سمكة ترضي. غالبا اللي بيهتم بالصيد السمك الكبير الصيادين المحترفين، الصيادين اللي هم عارفين ان هم ممكن يقعد على الميه طول النهار ما تغمس، وممكن يجي في يوم يعني زي امبارح ده بسم الله ما شاء الله الله اكبر طالع 10 سمكات من الوصله دي. طبعا انا النهارده مغير الدور، هي نفس المنطقه، منطقه كوبري عبد في حوش عيسى ترعة النوبرية، بس الدور بتاعي يا جماعه بقى عامل زي السوق. ربنا يرزق الجميع. الدور كنت انا بزفره لما كان العنب لسه موجود، زفرته كذا مره بعنب فرط كده، وكنت بقعد كان ربنا بيكرمني. فانا النهارده جيت في المنطقه دي وهي ونصيبها بقى، بس امبارح طالع من المنطقه دي الوصله دي 10 سمكات. في معلومه مهمه يا جماعه انا عايز اقولها لحضراتكم واهتموا بيها بالله عليكم. البطروخ بتاعه سمكه البن يا جماعه اللي هو البيض بتاع السمك، رجاء لو حد لقى سمكه مبطرخه ما ياكلش البطروخ، لان بطروخ البنيه يا جماعه وحش. كل اللي كله عمل غسيل معده. ربنا يحرس الجميع يا رب. طيب احنا النهارده نزلنا استكمال لموسم العنب، بس في حاجه مهمه عايز اقولها لحضراتكم. موسم الغله ما خلصش يا جماعه، موسم الغله شغال في اماكن اعرفها انا كويسه للصيادين، وخاصه الصيادين اللي هم قريبين من حوش عيسى. مصرف يا جماعه بتاع نجيب محفوظ كان فيه كراكه نظفته وشغال على وش قصير كده سمك عيد. طيب العود ده يا جماعه كنت اتكلمت عليه في العرض عند الاستاذ ميسره وجالي كومنتات كتير قوي. العود ده اهو قالوا لي سعره كام. العود ده يا جماعه ب 125 جنيه. العود ده انا جربته النهارده وطلعت بيه امبارح، انا ما خدتش حاجه. بس يا جماعه العود ده اللي هياخد العود ده اهو ويزعله انا اللي هحاسبه عليه، مش اعلانات ولا دعايه ولا الكلام، ولا انا هستفيد حاجه، بس انا اللي هستفيده ان انا بقول لاصدقائي على عده كويسه. العود ده ب 125 جنيه وعليه المكنه دي يا جماعه البيضه اللي كنتوا حضراتكم سالتوا على ثمنها دي ب 250 جنيه. دول العود دول. احنا النهارده هنكمل صيد العنب يا جماعه، ادعوا لنا وربنا يصلح الحال ونهاركم زي العسل. يا مسهل يا رب، يا مسهل الحال يا رب. بقى والكلام ده كله زي بتاعت امبارح. عم سلامه تعالى والنبي معلش كده، خليك زي ما انت عشان تقفل عليه بس. نزلت بتاعتك ولا اثنين واحد الحلاق العظيم. تعالي يا بيضة. لا عليك حبيبي يا عم. ثواني تسلم يا ولا ديله على خشمه. هو حير يا رضا. صورني بالعود النبي تصور العود عندي انا لازم اتصور. هو العود ده خلي بالك اللي انت بتتكلم عليه، هو ده اللي عند ميسره يا جماعه. العود ده عود بسم الله ما شاء الله عيدان اللي عند الاستاذ ميسره اللي جايه دي عيدان يا جماعه على ضمانتي. السمكه دي يا جماعه بتاعت الحاج سلام عبد الله، هو اللي ضربها بعود واحنا قاعدين بنشرب شاي، العود وقع في الميه. ربنا يرزق الجميع يا جماعه ونهاركم زي العسل ان شاء الله. بالعنب يا جماعه، بن بالعنب، نهاركم عسل. الصورة معاك رضا عشان تتمخ على المقعد. تعرف تنزل تحت ولا ننزل لها نطلع الشوكه ده يا سلام؟ تعرف تنزل ولا ننزل لها؟ ننزل الشوكه على مهلك بس اهو. السمكه ده ما تلعبش. بالراحة على مهلك يا عم هتطلع. يا مسهل يا رب. على مهلك بس يا ابو محمود، انزل براحتك اهي. انزل براحتك على مهلك. ما تنزلش جوه، هنجيبها لك على العفش ده برضه. يا مسهل يا رب. اهي براحتك على الاخر، براحتك يا ابو محمود. ميته حتى لو مسكتها هتمسكها. امسكها يا ابو محمود، بلاش الشوكه، امسكها. ايوه الله يفتح عليك.
الله يفتح عليك عشان تتحط في العشاء، احنا لسه الصبح. يا مسهل. يلا على مهل. خد ايده يا عم عبده، سيب العود وخد ايده. اهو تعالى هنا، تعالى من هنا، تعالى. هات امسك الشوكه، امسكها، امسك الشوكه جامد. يلا على مهل. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. يا جماعه نهاركم زي العسل. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل. صباح العسل. على مهل. يا جماعه نهاركم ابيض ان شاء الله، نهاركم زي العسل. بن يا جماعه اهو، طولوا بالكم يا جماعه. اللي يقعد للبن يطول باله، والله السمكه بتاكل كويس بس عايزه طولة بال. اهو بن بالعنب يا جماعه، طولوا بالكم. والسمكه دي انا بهديها لابني وحبيبي بدر الدين نبيل من المنوفيه. السمكه دي بهديها لابني وحبيبي بدر الدين نبيل من المنوفيه. بنشكر حاج سلام عبد الله، لان الحاج سلام عبد الله يا جماعه فدائي في موضوع السمك ده، كتر الف خير. يلا نهاركم زي العسل. اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه انا مش هتكلم على السمك، انا مش هتكلم على السمك، انا هتكلم ازاي السمك دي جه. طبعا يا جماعه حضراتكم عارفين ان العنب البناتي بيودع او تقريبا ودع. انا شاري كرتونه 13 كيلو ب 195 جنيه وجايبها بواسطه، يعني العنب البناتي ودع. كنا ايام الغله حضراتكم لو فاكرين، كنت بكلم رضا بقول له يا رضا احنا عايزين حاجه نشتغل بيها في المرحله الثانيه من الغله مع العليفه مع العلف. قال لي في عجينه اوروبي، العجينه دي كان رضا شغال في شرم الشيخ، كانت بتقول له كانت بتشتغل مياه عذبه وكانت بتشتغل مياه ايه مالحه. فالمهم قلت له هات. المهم بعت ناس صحابه من بره جابوا له 10 اكياس، ال10 اكياس هو الكيس تقديريا كده. قلت له يا استاذ ميسر، كلمت الاستاذ ميسر عليها، قلت له انا هجربها لو كلت عايزك تجيب لي منها. قال لي اجيب لك منها، اكلم لك الناس واكلم لك الشركه واجيب منها دفعه كبيره. العجينه دي يا جماعه عباره عن دي اهي، معلش انا ايدي متعاصه مكان السمكه. العجينه دي يا جماعه اسمها العجينه الاوروبي. العجينه ديت لسمك البن والمبروكه والبلط الكبير وللقراميط، العجينه اللي قدامكم دي. فجينا النهارده قلت له يا رضا، اللي قلت له جرب العجينه، انت ايه اضرب طعمتها. جرب العجينه، والله بمجرد ما رموا قسما بالله ما حد على الميه استفتح غير رضا خد السمكه ديت بالعجينه ديت. فيا جماعه العجينه ديت سر من اسرار قناه عبد ابو عبد الله، بس انا عمري ما ادري عن حد. ما دام انا ربنا كرمني ورزقت بيها انا هجربها تاني بعدتي دلوقتي. عمري ما داريها عن حد لان الناس كلها انا عايزها ترزق. وفي اخر الفيديو يا جماعه يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم.